بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. أما بعد، أحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، نقدم لكم أعزائي المشاهدين وأحبتي في الله هذا الفيديو في فضل وأسرار سورة الضحى، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. في هذه السورة العظيمة التي نزلت بعد انقطاع الوحي عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لها أسرار عظيمة جدا وبركات كبيرة جدا. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي يا محمد إن الله لم يهجرك ولم يقليك. فنزلت هذه السورة ونحن نعلم أن لكل سورة تنزل معها من الملائكة ما شاء الله كان. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. تمام، إلى إيه؟ إلى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. إذا قرأت هذه السورة على شيء قد ضاع منك وقرأت هذه السورة عدة مرات، مثلا 7 مرات أو 21 مرة، ثم تكرر قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى 99 مرة، يعني تكرر هذه الآية ولسوف يعطيك ربك فترضى 99 مرة. إذا قرأت على شيء قد ضاع منك، يعني شيء ضاع، وتقرأ هذه السورة 7 مرات أو 21 مرة وانتهي عند الآية اللي هي ولسوف يعطيك ربك فترضى فتقرأها 99 مرة. واعلم جيدا أخي المشاهد أن العبرة ليس في القراءة، ولكن العبرة في التوكل والصدق واليقين، وأنك تكن متأكد أن ما تقرأه وما تتلوه فهو حقيقي وأكيد، لأن القرآن كله أسرار، والقرآن كله بركات، والقرآن كله عظمة. فلا تفعل الأمر على سبيل التجربة أو على سبيل الاختبار. الأمر الثاني أن يكون الذي يقوم بهذا العمل أن يكون على وضوء وعلى طهارة، وأن يكون إنسانا مستقيما يحافظ على الصلوات ال5، ويكون تقيا، ويكون يعني ملتزما، ليس له يعني والعياذ بالله من المكرهات أو من المعاصي التي تحجب الدعاء وتحجب البركات وتحجب السر. فلا بد الإنسان أن يكون ملتزما بالصلاة، إنسانا تقي محافظا على صلاته غير آكل لحقوق الناس، وهكذا. حتى إذا فعل هذا الأمر وقرأ شيئا من القرآن على سبيل مثلا أي شيء
يتقبل الله منه تعالى. وإذا قرأت هذه السورة بهذه الصفات أيضا على مريض بنية الشفاء، كان عنده صداع، كان عنده تعب في البطن، كان عنده أي شيء، بنية الشفاء، وكان الذي يقرأها على طهارة وإنسان متوكل على الله وعلى يقين وعلى عقيدة أنها تشفيه يشفى بإذن الله. هذه الصورة فيها من البركات الكثير والكثير، ولكن نحن لا نحب أن نطيل عليكم حتى تكون الفائدة يعني محدودة، ويكون الفيديو قصير حتى لا يكلف على الناس الكثير. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وعفى الله عنا وعنكم، وارزقنا وإياكم بحسن الخاتمة. اللهم توفنا وتوفقنا الإسلام والإيمان وحسن الخاتمة يا رب العالمين، وارزقنا حجة إلى بيتك الحرام ورؤية نبيك عليه الصلاة والسلام. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم ارزق كل محتاج، اللهم ارزق كل محتاج. اللهم كل من سمع هذا الفيديو اللهم ورج له كربه ويسر له أمره واغفر له ذنبه واقضي له حاجته ووسع كربه وفرج كربه وسد دينه واغنيه من فضلك الواسع يا رب العالمين. من نشر هذا الفيديو آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.